الحقوقية بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون على جينا واحتجينا على أرضنا اللي دولينا بوزيدي وسلام بوزيدي. وقت اللي مؤسسة العمران مؤسسة وطنية اللي تيتخلصوا الموظفين ديالها من أموال الشعب وعملت ودارت باش توفر السكن للمواطنين، مع كل الأسف هذه المؤسسة أصبحت مؤسسة فساد ومؤسسة نهب ومؤسسة تبيض للاستيلاء على الأراضي ديال المواطنين والمواطنات، وبدل توفير الحق في السكن لسائر الموظفين أصبحت وكالة للسمسرة وللبيع وللشراء في الأراضي ديال المواطنين. والنموذج ديال سيدي بوزيد خير دليل. اليوم وبعد سنة من نفض الغبار على الملف ديال الجماعة السلالية الآل سيدي بوزيد عقب التوجه ديالهم طلب مؤازرة للفرع الإقليمي الرابطة، وبعد انتظار سنة من باش المسؤولين ديال آسفي يتفاعلوا مع المطالب المشروعة ديال هذه الجماعة، وعقب يعني اتخاذهم لسياسة الأذان الصماء، الجماعة السلالية كتقرر أنها تخرج للشارع باش تعبر على الاحتجاج ديالها وترفع الصوت ديالها ضد يعني ما تعرضت ليه يعني في النهب ديالها الأراضي ديالها، خاصة أن الملف ديالها يعتبر من الملفات ديال الانتهاكات الجسيمة ديال حقوق الإنسان، وحنا كنعتبروا أنه خاص يتفتح تحقيق في هذه الانتهاكات اللي طالت هذه الجماعة. كاين اللي مات الله يرحمه، كاين اللي تعتقل. الله أكبر اللهم إنا دار بركان. مجموعين قدام مؤسسة العمران كيف ما كتشوفوا بولادنا بعيالاتنا برجالاتنا، عيينا من الظلم، عيينا من الوعود الكاذبة، جايين بغينا تفتح لنا باب الحوار، تعيد النظر في الأثمان ديالها اللي دارت معنا، لأن لا يعقل أنها تشري من عندنا 63 مليون 68 هكتار وتعوم لينا على بزاف الهكتارات مدياهم، ودير التجزئة ديالها وكتبيع الفيلا ب 240 مليون، فيلا ب 240 مليون، وحسبات علينا الشوارع وحسبات علينا المساحات الخضراء. واش حنا لا شرينا الدار غادي نعطي المساحة الخضراء والشرطي يقول جاري ديرو؟ وحنا جينا اليوم ان شاء الله كنحتجوا على العمران امام المؤسسة ديال العمران اللي اغتصبت لنا ارضنا وحسبت لنا ارضنا في منطقة سياحية وبسيدي بوزيد المعروف المتنفس لمدينة آسفي، يعني ب3 دراهم للمترو. لا يعقل بأن يحسبوا لنا ب3 دراهم للمترو لينا حنا، وهما عاودوا فيها البيع الناس بأثمنة خيالية، وحنا مخير فينا ما عندو حتى كيلو تاع الدقيق، كاين اللي مسكين ما عندو السكن، كاين اللي مسكين ما خدامش وعندو وليدات. فهاد الناس يعني اغتصبونا في أرضنا بواحد طريقة همجية إن صح التعبير، لأن هاد الناس يعني اخترقوا القانون بواحد الطريقة بشعة، لأن حتى من صاحب جلالة حفظه الله جل الأرض ودشنها، ولكن هذاك الشيء اللي دشن ما كاين منه والو. العمر يكذب علينا والعمر عنصب علينا، سواء اليوم سواء غدا والحلول ولا بدا. دابا حنا تنطالبوا أراضينا ترجع لينا من مؤسسة العمران، لأن من يخرج توبوغراف وحبر في الأول لقى شحال من هكتار، ودابا ما بقى والو، بقاو شي حاجة قليلة. فين مشات هاد الأراضي؟ بغينا نعرفوا فين مشات هاد الأراضي. على العمران تفتح معنا مجال باش نحطوا الحروف، نقط على الحروف ونتواجبوا معاها وتواجب معانا. ما كاين حتى شي حبيا تقول لنا اشنو، وحنا رحنا اللي عجبنا الحاله هي هذيك، ما عجبناش الحال رحناش نعرفوا واش غنديروا. اليوم احنا كنتواجدوا في هذه الوقفه احتجاجيه على مؤسسه العمران اللي تم التفويت ديال الاراضي السلاليه ديالها بواحد الطريقه الغير مقبوله والغير منطقيه، بحيث انه كتسلم ب3 دراهم في واحد المنطقه كيف كنقول دائما انها منطقه سياحيه ومنطقه ذات وزن في اقليم اسفي. يعني بهذه الطريقه
والوعود اللي كانوا دايرين معاهم في الاجتماعات ديالهم وفي الامورات ديالهم يعني كلها سلبات بدون وجه الشرع. يعني ما عمرهم. الان انا كمن جيت كنائب سلالي للجماعه السلاليه الالي سيدي بوزيد، حاولت راسلت هاد الناس وحاولنا باش نفتحوا حوار بناء باش نلقاو شي حلول لهاد الناس، لانهم من غير المنطق انهم هاد الناس ما يستافدوش من الاراضي، يعني الاراضي من الاراضي ديالهم ويخصوا لهم واحد البقاع من هذا الشيء. لهذا اليوم حنا كنديروا اشاره باش نفتحوا حوار بناء وشفاف اللي نحاولوا نحلوا به هذه المسائل. اش هاد الشيء يا جماعه الشفاره؟ اش هاد الشيء